جايب لك معلومات مهمة بالنسبة للغرامات. ركز معايا كويس عشان الفيديو ده هيكون فيديو مهم جدا 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 لو انت عايش في ألمانيا او جاي ألمانيا. اول حاجة تجديد السكوتر. تجديد السكوتر سنويا 22 يورو، على حسب بقى بتختلف على حسب السكوتر جديد ماشي مش ماشي، الشركة، الحاجات دي كلها تختلف. بعض اليوروهات البسيطة، قصة مش كبيرة يعني. فالتأمين ده بيكون تأمين اللي هو الهافتليش فيزيشن، التأمين بس اللي هو يعتبر الأساسي ضد أي أضرار للغير. يعني لو خبطت اي حد او عملت اي حاجه، اي ضرر بيحصل للشخص التاني، انت او شركه التامين بتتكفل بيه. فدي اول حاجه. ورقه تجديد السكوتر هنزلها لكم دلوقتي على الشاشه عشان تبقى شكلها باين، ب 22 يورو مع الكيفيتونج بتاعتها. ودي الورقه الثانيه اللي انا جددتها في 2025. تاني يوم ما البوليس عمل لي الغرامه رحت جاري جددت الورق ده، لكن المخالفه جات لي ب 150 يورو، يعني تكلفه 7 سنين. فانت لو انت مش مأمن على السكوتر بتاعك، الغرامه هتجيلك ما يعادل 5 سنين، 7 سنين، 10 سنين لو انت قعدت تدفع تأمين كل سنه.